الضربة اللي حصلت في إيران كشفت كذب إسرائيل على العالم كله. خليني أشرح لك الكلام على إيه. الضربة الأخيرة دي إسرائيل استهدفت شخصيات محددة جدا في أماكن حساسة جدا جوه بلد ضخمة ومؤمنة زي إيران، ومع كده محدش حواليهم اتصاب ومفيش مباني اتساوت بالأرض ومفيش عشرات المدنيين ماتوا. ودي مش أول مرة، إسرائيل بقالها سنين بتضرب جوه إيران ولبنان وسوريا، والجيش الإسرائيلي نفسه نزل فيديو عن نشاط الموساد جوه إيران بيوريك إزاي بيشتغلوا بدقة مرعبة عشان ما يعوروش غير اللي عايزين. طب ليه بقى في غزة الصورة مختلفة تماما وكل ضربة بتقلب حي كامل والمستشفيات والمدارس والبيوت بتتحول تراب؟ ليه كل شوية نسمع عن مئات الشهداء نصهم أطفال وستات عزل؟ إسرائيل بتقول احنا بنضرب الإرهابيين ومش قادرين نكون سيلكتيف أو محددين لأنهم مستخبيين وسط المدنيين، بس الضربات اللي بتحصل في إيران ولبنان وسوريا بتثبت إن دي مش الحقيقة. إسرائيل عندها القدرة والتكنولوجيا والمعلومات الكافية عشان تستهدف شخص بعينه في شارع زحمة من غير ما تأذي ولا طفل واحد. فالسؤال بقى، هم مش قادرين ولا مش عايزين يعملوا كده؟ ولو الإجابة واضحة يبقى اللي بيحصل مش حرب، دي إبادة جماعية.